سلام حبوباتي، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتوما تشوفوا في هاد لا نوفيل فيديو. مرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد كالعاده. كل يوم اليوم رايحين نحضروا حلوه بنينه 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 بنينه. ما نحكي لكمش على البنه كيما راهي توضح لكم الصور، يعني في الحقيقه كيما راكم تشوفوا فيها، يعني اللي شهاتها غير تنوض ديرها. جبت وجد معايا بمكونات يعني جد بسيطه. هذه هي الحلوه نتاع الياغورت اللي خدموها الناس بزاف ودارت حاله في التيك توك والفيسبوك والانستغرام. اليوم راح نجربوها مع بعضنا بطريقتي انا. واش درت؟ حكمت بيضه، وباه تجيني خفيفه بزاف ما حطيت زوج بيضات، حطيت بيضه وصفار بيضه. هذاك الصفار يعني راح يخليها تجي بزاف خفيفه. واللي عندها متوفر عندها البيض بزاف في الدار، يعني تقدر دير 3 صفار بيض، راح تجيها بزاف هشيشه وبزاف خفيفه. بهذه الطريقه صدقوني هذه يعني جاتني بزاف خفيفه. جربوها ما رايحينش تندموا. ورايحه تقطع لنا يعني كميه كبيره، لكن رايحه نخدموا بزوج علب نتاع الياغورت. لهنا العلبه الاولى فرغتها وعمرتها بالسكر، رايحين نكيلو بها. عمرتها بالسكر، ضفت هذاك السكر مع الرشه نتاع الملح ولافاني. ما كان حابين نزيدوا تنسموا يعني الحلوه تاعكم تزيدوا لها لافاني. وحكمت خلطتهم بالفوي، ما تحتاجيش يعني ديري باتور ولا شويه ريحه تعبي. طلعي مليح خلطيه حتى وين تشوفي الخليط تاعك تغير اللون تاعو، يعني ولا يميل نوعا ما للون الابيض. يكون بهذا القوام. نزيدوا بنفس العلبه هذيك تاع الياغورت اللي فرغناها، نزيدوا كيله نتاع الزيت. كيله الزيت نحطوه بشكل متقطع، يعني مش رايحين نحطوه دفعه واحده. وهذا هو السر نتاع الحلوه تاع الياغورت. لهنا في هذه المرحله لازم يعني تدخلي مليح هذاك الزيت، باه من بعد كي تعودي تكوري فيها ما رايحش يطلق لك هذاك الزيت. يعني لهنا لازم طلعي مليح. ومن بعد كي نخلصوا من الزيت واش رايحين نديروا؟ رايحين نضيفوا هذيك العلبه تاع الياغورت اللي حطيناها بجيه، نجيبوها ونضيفوها للخليط نتاعنا ونخلطوا مليح. خلطوا مليح ونزيدوا العلبه الثانيه، يعني لهنا زوج بيضات، حطيت بيضه كامله، صفار بيضه، رشه ملح، وكيلت بالباطاطا الياغورت كيلة سكر وكيلة زيت. الزيت نحطوه بشكل متقطع. وعندنا زوج علب ياغورت هذا ممزوج، تجيبيه بزاف بنينه بذوق الليمون. واش زدت انايا؟ زدت عطر الليمون. هاد العطر صدقوني رايح يعطيها وحده البنه ما نحكي لكمش. يعني جربوها ما رايحينش تندموا. وانتيا اللي راكي تشوفي فيا وصلتي معايا لهنا الفيديو، نقول لكم ما تزابيش، كملي الفيديو للاخر هكا باش تدي كل النصائح باش تنجح لك الحلوه. ونقول لكم ما تنسينيش بابوني، وما تنسيش تفعلي الجرس، وما تنسيش سورتو الجام هي اللي تخلي الفيديو يعني يوصل لاكبر عدد من المشتركات. ولهنا كيما راكم تشوفوا رايحين نكملوا نخلطوا. يعني شوفوا لهنا رايحين نتبعوا اللي عندها باتور، يعني من المستحسن تخدم بالباتور، هو احسن شيء. يعني الباتور رايح تكملي ليه وتحصلي على نتيجه ما كانش اروع. انا حبيت نخدم بهذا يعني بالفوي تاع اليد هكا. باللي اللي ما عندهاش رايحه تشوف بلي الحلوه تنجح، يعني تتعبي شويه معها، تطلب شويه جهد فقط. لهنا واش حطيت زوج مغارف كبار نتاع النشا، وزدت ملعقه من الخل قلت لكم ديما يعني في الكيك ولا في الحلوى هذه اللي فيها الزيت ديما لازمكم تزيدوا ملعقه نتاع الخل، وتخدموا مليح هذاك النشا تاعكم والخل مع الخليط اللي عندنا. كيما راكم تشوفوا طلعوه مليح على قد ما تدخلوا هذاك النشا وتخلطوا هذاك المكونات كامل وتطلع يعني وتتجانس ويطلع الفوليوم تاعها على قد ما الحلوه تاعكم من بعد تجيكم مليحه. واللي تخدم بالباتور وش نقولها؟ ونقول لك يعني الباتور ما تحطيهش على درجه عاليه، يعني تروحي له طول كان عندك 1 2 3 في الباتور تاعك تروحي ل3. لا ابداي بالزوج، باه من بعد كي تحطي الفارينه ما تطيحش هذيك واش طلعتي من بعد وتفسد لك الحلوه تاعك. نقولك ديما ديري في درجه خفيفه. لهنا واش درت؟ نحطو كاس تاع الفارينه الاول، ونحطوا له كيس من الخميره الكيميائيه، ونزيد له نص كاس نتاع الفارينه، ونوليو نخلطو ونزيدو في الفارينه تدريجيا. الفارينه نكونوا ديجا غربناها ونحركو حتى وين تحصلوا على عجينه القوام تاعها يعني يكون يتعلك. لهنا العجينه تاعنا تاع الزيت جامي ولا تشيحوها، كون تشيحوها رايحه تجيكم يابسه. هاكم على بالكم. لهنا شوفوا زي ما راهي تتعلك مازال تلصق يعني في اليد كما راكم تشوفوا فيا في الصور. يعني الصوره ديما نقول لكم راهي تعبر خير من الهضره.
ومن بعد نوليو نشكلوا الحلوى تاعنا، نشكلوها يعني كويرات، ونعدلوا شويه السطح تاعهم بالراحه تاع اليد تاعنا هكا باه ما تجيش بومبي كيما راكم تشوفوا فيا ندير. ونكملوا الكميه اللي عندنا حتى نخلصوا. ولا هنا اللي تحب تبدل الشكل نتاع الحلوى تاعنا تقدر يعني تفني، هذه تبقى اذواق. انا حبيت حاجه سهله يعني نوجدها، نتحصل على كميه كبيره وميم طون اقتصاديه، وتنحي لي يعني الحيرات التخمام واش نحط مع القهوه واش نحط مع الحليب. شوفوا الكويرات اللي هنا اللي عندها ميزان، شوفوا كيفاش راني ندير فيهم. اللي عندها ميزان تقدر توزنهم 30 غرام الوحده، اللي ما عندهاش ميزان دير عينها ميزانها وتحطهم كيما تحبوا تخدموا. كل وحده راهي عندها حريه الاختيار، وكل وحده وش يتوفر عندها في البيت. لهنا كيفاش ثقبت هذوك الثقوب درت بصبعي الوسطاني. اللي عندها يعني موس ولا مغرف يعني هكا تقدر تثقب بها الثقب، تحطيهم يطيبوا. انا طيبته غير من تحت ما طيبتوش من الفوق. خليت الفرن تاعي يعني سخن مليح. من بعد ما سخن الفرن يعني طلعت البلاطو تاعي تاع الفور الفوق ونقصت للفور، حطيته في 170 درجه وخليته يطيب. بعد ما تناصف الطياب تاعو زدت عاود دخلت صبعي في هذوك يعني الثقوب اللي درتهم هكا باش ندير باش نتحصل على الشكل اللي حابته، وخليوه حتى ان يطيب خلاص. يعني تحسوه باللي احمر من الجوانب ومن تحت دا تحميره خفيفه. ومن بعد واش درت جبت مربى الفراوله. لهنا تقدروا تستعملوا اي ذوق تاع فراوله متوفر عندكم ولا تحبوه. وجبت شويه تاع نواد كوكو كيما تقدروا ترمدوه في العسيله وترمدوه في الكوفريت، تقدروا تحطوا له الكاوكاو. كل واحد وش يتوفر عنده وكل وحده والذوق تاعها. انا حطيته في مربى الفراوله جاوني بزاف بزاف بنين، وغطسته في المربى وحطيته في نواد كوكو وعمرت هذوك الثقوب بالمربى نتاع الفراوله، وجات حلوه من يديكم. يعني حلوه بلا ما نحكي لكم بلا ما نقول لكم، يعني الصور راهي تعبر. بزاف خفيفه وبزاف طريه وبزاف هشيشه وبزاف بنينه، وريحه تنحي لكم حيره وغبينه تاع كل مره واش حنحطوا مع الحلوه باه نفرحوا وليداتنا. لهنا راني بروبوزيت عليكم هاد الحلوه راهي دارت ضجه كبيره والناس كامل داروها. اللي ما جربتهاش راح نقول لك جربيها، يعني رايحه تعجبك بزاف. شوفوا الحبه زي ما جات بزاف هايله. لهنا هادو الحبات ما جاونيش حميمرين بزاف باسكو دهنتهم برك بالكونفيتور. الاخرين اللي غطستهم جاو بزاف يعني حمر واللون تاعهم ما قاومتوش يعني بنتي وجات تهز منه. كيما راكم تشوفوا راح نحلها لكم هكا المصداقيه نتاع الوصفه. شوفوا زيمه من الداخل هشيشه طريه وبنينه. في نهاية الفيديو ما بقى لي غير نقول لكم جربوها ودعيوا لي دعوة في ظهر الغيب. والسلام عليكم، إلى الملتقى في فيديو جديد إن شاء الله.